بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده أكلة حلوة وجميلة. هنعمل مع أكلة السواحلية. معظم السواحلية هما اللي بيعملوا الأكلة دي، فهتلاقوهم عارفينها. احنا معانا هنا ده كيلو رز مطحون، رز بلدي من اللي هو المصري بتاعنا. عايزة تعملي يا حبيبتي كيلو، عايزة تعملي نص، عايزة براحتك، بس ده كيلو او اقل من كيلو كمان، فانا طحناه كده فهو بيزيد. وهنا معانا شبت وكزبره وبقدونس، ومعانا راس توم، ومعانا بصلتين حلوين كده او بصله كبيره عادي. ومعانا العامل الرئيسي للاكله ديت النهارده ده جمبري، الجمبري الصغير البلدي بتاعنا ده. الاكله ديت ما بتنفعش بالجمبري الكبير، الاكله دي بتنفع بالجمبري الصغير ده. يعني ده كان كيلو ونص، شايفين؟ انا بس هيبقى نص كيلو او حاجه. بنغسله ونقشره كويس وننضفه من الشعر بتاعه والقشره وكده. وهنا معانا التوابل بتاعتنا، شطه وفلفل اسمر، كمون على كزبره، بابريكا، 7 بهارات، معلقه صغيره كده اقل من نص معلقه كركم. وهنيجي هنحط المكونات بتاعتنا كده، هنضرب المكونات بتاعتنا كده في الكبه ونرجع لكم يا حبايب قلبي. بس فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه عشان كل حاجه توصلكم يا حبايب قلبي. انتوا كده عرفتوا الاكله بتاعتنا، الكبيبه او الكفته، كفته الجمبري. هنعمل العجينه بتعمل منها كفته وكبيبه. وهنا يا حبايبي انا فرمت الخضار وانزله كده على الرز. انا بفرمش الجمبري علشان عايزاه صحيح جواها. هدخل كده المكونات ديت في بعضها كده، اقلبها بايدي كده يا حبايب قلبي وهشوف الخضار بتاعها هيبقى كتير ولا ايه. انا هنا شلت طبق رز يا بنات، من دقيق الرز شلت منه طبق علشان اشوف، على ما اشوف. يعني ما حطيتش الخضره بتاعتها كده كلها الاول. وهحطها، هنعيد ديت المكونات ديت هنعيدها في الكبه علشان تخش في بعضها متجانسه كده مع بعضيها. بس هحط نص كميه الجمبري بس جواها، ونص التاني هخليه بعدها يبقى صحيح كده. لا لسه طريه، علشان الجمبري اتحط فيها. هرجع الطبق تاني كده، خد منه شويه، حط كله مش مشكله. بس هنعيدها، ندخلها بقى الكبه بتدخلها في بعضها، بتعمل لها عمليه تجانس كده من كله. وهننزل برضو بالتوابل كده اهو، عشان الكبه هتقلب كله في بعضه بقى. ريحتها والله العظيم يا بنات، ريحتها جميله 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 جميله. انا هحطها كده في الكبه بس حته بحته علشان الكبه. هنا يا حبايبي انا عملت نص الكميه بس، عملتها في الكبه عشان البك بها شايفين واداه بقيت الجمبري عليها. حطيت نص الجمبري في العجينه في الاول اللي ضربتها في قلب الكبه، وده اهو عشان انا عايزاه صحيح كده في قلبها. هو الصغير ده بتاع الكبيبه دي تعجيني فيها كده يا حبيبتي. شايفين؟ خلاص كده يا حبايبي وارجع لكم. شايفين العجينه بتاعتها عامله ازاي؟ شايفين طريه ازاي؟ هخلصها كده وارجع لكم حبايب قلبي. اهو يا حبايبي شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه بتاعتها طريه وجميله ازاي؟ جميله. هسيبها بقى تهدى شويه تشد، علشان هي سخنه من الكبه وسخنه من ايدي. هسيبها تشد شويه عشان اشكلها. يا حبايبي هنا انا هشكلها اهي، شايفين؟ هعملها كده
هنا انا حطيت الزيت اهو على النار علشان ايه؟ اعمل فيه البصله بتاعت ايه؟ الكوبيبه. عشان اعمل ايه؟ البصله اللي هيتسلق فيها الكوبيبه. هوريها لكم كده اهي. بهرتها تخريط ناعم كده يا حبايب قلبي. ما تقولوا ما تعملوهاش في الكبه، لان هي التخريط الناعم ده احلى بكتير من الكبه. الزيت اتحمر، الزيت القدح بتاعنا سخن قوي اهو. ننزل فيها كده. قلت هعمل ايه؟ هكمل وانا ايه؟ مش عايزاها تبقى جنب النار. اهو يا حبايبي عملت صينيه اهو، على ما ايه؟ على ما البصله تحمر وعلى ما اخلص بقيه الكميه. هنا يا حبايبي بنحمر البصله بتاعتها زي بصل رز الصياديه، بنحمرها خالص. شايفين؟ نزوده كده اهو. ونحط لها بقى التوابل بتاعتها، نزودها كده ايه التوابل اهو، كمون وكزبره. توابل بقى ايه اللي هي اللي انت حباها واللي بتحطها على السمك بتاعك. وده فلفل اسمر، وهنا بتحط ملح اهو. بس تخلي بالك ان هي ملحها فيها ملح، العجينه فيها ملح، ما تكتريش الملح علشان ما تحدقش، لان لسه هتغلي وتنزل ايه العصاره بتاعتها في الشوربه دي. نص معلقه ملح كده برضو ايه على طرف المعلقه. صارت ايه؟ ربع معلقه كده كركم اهو. عندي هنا انا مخلصه. هنا هحط ايه؟ ورقتين كده روله، ورق اهو، ورق مكسر اهو. حطوا كده ايه، واما تغلي نسقط فيها بقى. ما نسقطهاش يا بنات قبل الميه دي ما تغلي، علشان ايه؟ تبقى ايه؟ ما تتهرش مننا، لازم تغلي. هنا يا حبايبي انا نقلت الميه في حله اوسع شويه، وهنا هتغلي اهي. مش هنحط فيها الكوبيبه الا لما ايه؟ الا لما الميه تغلي بتاعها، بحيث ان انا ايه نشوف الحدق بتاعها كمان نظبطه. نقلب كده خلاص غلت اهي. هنشوف الحدق بتاعها كده. والله يا بنات حاجه مفيش بعد كده. نظبط حدقها شويه. ونبدأ ننزل بقى ايه كده واحدة واحدة. هي ساعة ما هتنزل على طول في المية بتقوم ماسكة. يعني انا هنا عاملاها سبتها على الصينية شوية ايه شدت عشان ما تبقاش طرية، بس ساعة ما بتنزل بقى في المية السخنة بتجمد خالص. شفتوا البيض لما بتحط في المية السخنة بيجمد ازاي؟ اهي دي. اهو يا حبايبي الكمية كلها اهي حطيتها اهي. شايفين ساعة ما بتنزل الميه بتجمد وقتيا. هنغطي عليها كده ونسيبها لما تستوي براحتها. شايفين يا حبايبي اهي استوت اهي. شايفين الجمبري الصحيح اللي فيها. انا طبعا انتوا شفتونا انا حطيت نص الكميه في الكبه والنص التاني ايه حطيته فيها كده صحيح. استوت خالص اهي يا بنات، استوت. نعمل لها التسبيكه بتاعتها بقى ونحطها فيها. هنا اهي يا بنات حطينا ايه حله بمعلقتين زيت. ننزل عليهم ايه بقى الثومه بتاعتنا.
يا حبايبي اهي. والكوبيبه لما تيجي تعملي الكوبيبه تعمليها ايه، اللي هي بص الجمبري، تعمليها بتومه، تعملي الطماطم بتاعتها بتومه، بتبقى بالتومه جميله جدا، لان هي معموله ببصل، في قلبها بصل، عجينه بصل وميه مسلوقه في الميه اللي هي تحت البصل. التومه بتبقى حاجه تانية. يا دوب التومه كده تاخد اللون الذهبي بتاعها، ما تتحرقش عشان ما تمررش. ننزل على حاجه نحط بقى نتبلها بايه، نحط التوابل بتاعتنا اللي هو الكمون على الكزبره على الملح والشطه. ده اللي بتم، ده اللي بقى بحط ايه التوابل بتاعت الطماطم بتاعته اهو يا حبايبي. هنا انا حطيتها في الصواني اهو، شايفين الصباع بتاعها اهو، بسم الله ما شاء الله طريه وجميله اهي، مش ناشفه ولا حاجه. واهي احنا هنحطها ايه، نحط عليها إيه طماطم اهي، وهحطها في الفرن علشان تنشف، لان احنا مش عايزينها مسلوقه، عايزينها ايه بطماطم. وهحط عليها الطماطم كده واحطها في الفرن يا حبايب قلبي. هنا انا مولعه الفرن طبعا عشان ايه يبقى درجه الحراره عليه يغلي بسرعه ما يتهرش. اهو يا حبايبي بنكون كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو بتاعنا كنا بنعمل ايه كوبيبه الجمبري اهي، حطيناها في صينيه الفرن طالعه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه ما فيش بعد كده اهي. شايفين جمال ما فيش بعد كده. احنا بنحبها كده تتحط في الفرن بطماطم، في بيحب ياكلها مسلوقه بيحمرها على حسب. اشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايب قلبي.